عالم مليان اخطاء واعتمد ضمير عادة. لو كان الاغلب داء خليك للعالم عيادة. نبينا بالاخلاق بيكمل حياة البشر، وديننا بالمساواة الاشراك. عالم مليان اخطاء واعتمد ضمير عادة. لو كان الاغلب داء خليك للعالم عيادة. نبينا بالاخلاق بيكمل حياة البشر، وديننا بالمساواة على كل الأمة ننتصر. لو كان رسولنا مش مشهور انه صادق امين، وبلاغة القرآن رغم انه من الاميين، وشق البدر واكتشافهم على القمر دليل، وزيارة الاقصى في الاسراء وفي زمن قليل، معرجه للسما ووصفه كل حاجة شافها، وهزيمة الاحزاب برياح طيرت خيامها، والشجرة اللي نطقت الشهادة بين ايديه، وكل خير وشر حصل كان قايل عليه، وعدله في الاحكام ورحمته بالمسلمين، واحترام الانبياء ونكون بيهم مؤمنين. لو كل دولة ما صدقتش تبقى العلة عندك، انا ليا ديني ومؤمن بيه ودينك ده من حقك. امنت بيك يا رسول الله ونفسي في يوم اقابلك، لو حتى في المنام، وتبشرني اني راح اجاورك في جنة الرحمن، واكون اسعد انسان، ونول بحب ربي وحبك في الجنة مكان. يا رسول المحبة كانت اخلاقك القرآن، وبسنتك والمصحف عمر ما يضل الانسان. احن على المسلم بالام واقرب من نفسه ليه، ولو في يوم يعمل غلط تزعل من حبك فيه، لكن سامحنا يا حبيبنا خلاص ضاع الاحسان. والمسلم بقى يضرب في المسلم وفي باقي الاديان، وانتشر الانحراف والجهل مع سوء التدبير، وبدأنا نشوه الاسلام ونخطئ التفكير. ظهر متشددين داعش وقاعدة وجهاديين مغيبين ومش فاهمين معنى توسط الدين. نهانا نبينا عن التكفير لكن عندهم سهل، بيكفروا البشر والاسهل هدر دم وقتل. صلبا فتكسر لين تعثر قالها الفاروق، لولا وجود سنتك ما بينا لضاعت الحقوق. بصوا لمحمد وتعلموا اخلاقه يا مسلمين، وابعدوا عن التشدد واردوا بوسطية الدين. امنت بيك يا رسول الله ونفسي في يوم اقابلك، لو حتى في المنام، وتبشرني اني راح اجاورك في جنة الرحمن، واكون اسعد انسان، ونول بحب ربي وحبك في الجنة مكان. امنت بيك يا رسول الله ونفسي في يوم اقابلك، لو حتى في المنام، وتبشرني اني راح اجاورك